حالة الطوارئ في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية. يحظر التجوال في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية. لابد اللي تعرف اللي احنا شعب القناة وشعب مصر، انت وجماعتك مش هتخلينا نركع في قرارات بتطلع من رئاسات الجمهورية بتبقى هي بداية النهاية. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم يا اخوان اللي انتوا في يوم من الايام هترجعوا تاني لجحوركم. اقسم بالله العظيم من النهارده حطوا ايدكم في ايدي للقضاء على الاخوان. انا وقفت ضد الاخوان في 2013 في 26 يناير و27 يناير لما الاخوان وداخلية الاخوان موتوا 53 بورسعيدي في بورسعيد. في 26 يناير 2013 اول ساعتين مات 35 شاب بورسعيدي بالقناصة. ده معدل حرب. فمن يومها اقسم اللي انا هشيل الاخوان وهكرس حياتي اللي انا اشيل مرسي. فحاربت الاخوان اما ما كانتش موضة، حاربت الاخوان اما كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير عند الاخوان. لا انا مش اخوان، انا مصر بورسعيدي اصيل، بحب مصر. انا مش تبع اي جماعة واي فكر، انا تبع مصر، مصر العظيمة. بعد ما السادات مات بعدت عن أخبار مصر السياسية. الحاجة الوحيدة اللي كنت أعملها قبل الثورة إن أجي أزور أهلي، وساعات أعمل حديث صحفي أو حديث إعلامي. عملت مرتين مع عمرو أديب، عملت في البيت باتك، عملت في الحياة مع لبنى عسل. وده كان الحاجة الوحيدة اللي لي علاقة بيها بمصر. جت ثورة 25 يناير غيرت في تاريخ العالم أجمع. كل زملاتي وكل الناس اللي اشتغلت معاها وأسامي كبيرة 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 جدا في المجال السينمائي اتصلوا بيا وباركولي. ولمدة 18 يوم في ثورة 25 يناير حسيت بالفخر، حسيت بفخري اللي أنا مصري. وبدأت أهتم بالسياسة المصرية وبدأت أهتم بالأخبار اللي في مصر، والثورة شغالة. في ذلك الوقت سمعت إن في ناس خرجت وهربت من السجن، وكان ده أول مرة أعرف محمد مرسي هرب من السجن واتصل بالجزيرة. فدي عندي إنه حاجة سينمائية، حاجة يعني فيها دراما. أحدثك الآن وأحدث العالم، نحن لم نفر. إذا كان هناك في مصر مسؤول يريد أن يتصل بنا نحن موجودون، أنا موجود، التليفون موجود. قولوا لنا على هذا المسؤول، لا نفر أبدا، نحن بخير ولا نفر. 34 من أعضاء الجماعة، بينكم 7 من مكتب الإرشاد. نعم، أقول لكم أسماءهم، تحب تعرف الأسماء؟ نعم. محمد مرسي، عصام العريان، محمد سعد الكتاتني، محيي حامد، محمود أبو زيد، مصطفى الغنيمي، سعد الحسيني. دول 7 أعضاء مكتب الإرشاد. لم تعرفوا بالضبط من هم الأشخاص الذين فتحوا عليكم الأبواب؟ لا، هؤلاء لا نعرفهم البتة. هؤلاء مساجين يلبسون لبس السجن وآخرين يلبسون لبس ملكي، لا نعرف من هم. هل حصلت أكثر من 100 شخص نعم. كانوا يبذلون كل جهد لكي يفتحوا باب السجن، وأن إدارة السجن كانت تحاول أن توجد حالة من الضبط للسجن نتيجة الهيجان الذي حدث. احنا لا نعرف تفاصيل السجن وكم عدد نزلائه وما نوعيتهم، نحن لا نعرف هذا. ولما خرجنا في تمام 12 اليوم لم نجد أحد من هؤلاء. الساحة فارغة، لا يوجد غير المجموعة التي تحاول منذ الصباح كسر الباب علينا، وقد أفلحت وكسرت الباب. فنحن الآن خارج السجن ولا يوجد أحد إلا نحن وهذه المجموعة التي فتحت الباب تحاول الآن أن تغادر المكان، ونحن نتشاور كيف سنغادر المكان. بدأت اللي أنا أسمع عن الإخوان أكتر ووجودهم في التحرير. بعد كده أولاد حصل 1 فبراير
2012 إما الماتش الأهلي والمصري في بورسعيد، وبعدها اللي حصل في بورسعيد، وده خلاني أهتم أكتر بالسياسة المصرية واجي مصر وأشوف إيه اللي حصل في ماتش بورسعيد. الان جماهير النادي المصري في المنصوره في الدرجه الاولى كانوا بياكدوا بيقولوا على لسانهم ان دي عناصر بلطجيه، وهم اللي قاصدين ان هم يبوظوا المباراه، وانه الغالبيه العظمى من الجمهور المصري جمهور ملتزم. ده صحيح، ده صحيح، ده صحيح. الحقيقه يعني الغالبيه العظمى من جماهير النادي المصري محترمه جدا وقاعده في اماكنها وتلتزم الحقيقه بالشمكه. المشهد غير مقبول لا من قريب ولا من بعيد، وجماهير النادي المصري انا مش عارف عايزين ايه، انا مش عارف عايزين ايه. كسبانين 3-1 وعاملين مباراه من اروع ما يكون. ايه المطلوب اكتر من كده يعني الحقيقه؟ ولاعيبه النادي الاهلي في منتهى الادب خرجوا على يعني غرف ملابسهم. ده مش منظر ملعب كوره، دي سويقه تقدروا تقولوا. ده يعني مش معقول، مش مقبول. والنادي المصري مش قليل ان كل جماهيره تنزل ارض الملعب احتفالا بفوز، وكل الجماهير مش عارف رايحه على فين. احتفلوا بحسام حسن زي ما انتم عايزين، احتفلوا بابراهيم حسن، اعتداء على الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، واللي بيحاول يخلصها الحقيقه هو الكابتن ابراهيم حسن. دي مش اجواء كره قدم لا من قريب ولا من بعيد، دي مش اجواء رياضه لا من قريب ولا من بعيد الحقيقه. وانا لم اكن اتصور ابدا ان يكون احتفال الجمهور المصري بالشكل ده. خليكم تتكلموا على الامن كتير عشان الشكل يبقى باللي انتم شايفينه ده قدامكم. كل الجماهير في الملعب الحقيقه، وطبعا لا احد يستطيع ان يتخذ اي قرار. المصري عمل مباراه ولا اروع وفاز عن جداره واستحقاق، لكن هذا المشهد مشهد غير اخلاقي وغير رياضي على الاطلاق، ولا احد ابدا يرتضيه لا من جمهور المصري ولا من جمهور الرياضه في مصر ولا خارج مصر. والصوره برضه هتبني الناس كلها الاف مؤلفه في ارض الملعب الحقيقه بشكل يخض، بشكل مرعب جدا جدا جدا، بشكل مسيء جدا جدا جدا. النهارده 1 فبراير سنه 2012 من احزن الايام اللي عشتها في حياتي باللي حصل النهارده في مدينه بورسعيد، واللي بيحصل في مصر. أنا مش من أنصار الناس اللي بتتكلم على اليد الخفية والآخر، بس اللي شفته النهاردة في الفيديو اللي حصل في الماتش ده مش البورسعيدية اللي أنا اتربيت معاهم، ده مش الشعب المصري اللي أنا اتربيت معاه. احنا بقينا دلوقتي كذا فريق، ما عدناش مصريين بس. الموقف خطير جدا، والبوليس يعني بالآلاف، وسمحوا للناس تعمل كده. اللي أقوله اللي احنا في مرحلة خطيرة جدا من الأمن والموجود في الملعب. كان دايما على طول قبل الماتش تتلاقى فيه آلاف في الملعب بيحموا منه. ايه اللي بيحصل؟ اللي احنا بقينا فريقة ضد بعض، السلفي والإخواني والبلاري وده. ما عدناش مصريين، عدنا فرق في مصر، عدنا خلاص بنموت بعض. سهل جدا اللي الواحد يضيع روح في حاجة غلط. اللافتة المسيئة بلد البالة ما جابتش رجالة، شافها بعض المجانين التانيين المتطرفين هناك. بلد البالة الحق يالا، ده بيضرب وبيشتم في بلدنا، لازم العيال دي نأدبوهم، اجري يالا عليهم. احنا عايزين الشعب كله يشارك في حاجات زي دي. الشعب ما يقعدش، ما هو مين اللي عمل كده؟ ما هو افراد من الشعب المصري. الشعب المصري ساكت عليهم ليه؟ حولنا من بشر الى وحوش للدرجه دي. شاهد الجميع نهاية المخطط الشيطاني الأسود، لتنطلق الوحوش المحملة بالسيوف والسكاكين والهراوات والزجاجات والصواريخ مندفعين بسرعة البرق نحو الأبرياء العزل في مدرج الأهلي الذي فتحت أبوابه من الداخل في الملعب أمام الوحوش الكاسرة. حرب ولا أشرس، شاهدنا جميعا إلقاء الطوب والصواريخ والشماريخ على لاعب الأهلي قبل المباراة وخلالها. عربيات الإسعاف كانت بتتفتح، الجمهور المصري معهم سيوف، معهم سكاكين، معهم مطاوي، اللي عايش كان بيموتوه. سامعين يا جماعة؟
عربيات الإسعاف كانت بتتفتح في الطريق للمستشفى، واللي فيه نبض يقتلوه. بورسعيد بريئة. النهاردة 9 فبراير 2012 اللي حصل يوم 1 فبراير في ماتش الأهلي والمصري. بورسعيد بريئة من الجريمة ديت. النهاردة في جمهورية مصر العربية في عداء لأهل بورسعيد، وعداء ملفت للنظر، لأن البلد نفسها والأهالي ما كانش ليهم دعوة خالص بالمجزرة اللي حصلت. أهل بورسعيد النهاردة تعبانين إن هم ما يقدروش يخرجوا من المدينة، وإن طرق السفر من وإلى بورسعيد خطرة بالنسبة لهم، إن بعض العصابات واقفة على الطرق وبتسأل الناس على البطايقها، وسكان بورسعيدية بيتأذوا. اتعودنا كبورسعيدية اللي احنا نتحمل الأسى. في وسط العتمة وصوت الصمت شايف حلمي كاسر همي وماشي لوحدي. في وسط العتمة وصوت الصمت رافضة حروفي تكتب خوفي واخلف وعدي. في وسط العتمة وصوت الصمت شايف حلمي كاسر همي وماشي لوحدي. في وسط العتمة وصوت الصمت رافضة حروفي تكتب خوفي واخلف وعدي. سنين الغربة تقيلة تعدي على بالي فين ما جناحي ودي. سنين الغربة تقيلة تعدي على بالي فين ما جناحي ودي. أنا بلدي هي دنيايا وسكوتها بيصرخ جوايا. سكوتها بيصرخ يا ولدي امتى تجيب لي نهاري. يا ولدي فين خيري ومال داري. في عز العتمة وصوت الصمت نور حضنك هيخليني ألاقيكي. في عز العتمة وصوت الصمت أنا راجع أشوف نفسي فيكي. في عز العتمة وصوت الصمت أنا حلمي إيه غير ليكي. أنا حلمي إيه غير ليكي. أنا حلمي إيه غير فيكي. من التحقيقات ومن اللي شفته إيه الموجود في الميديا في الصحافة والإعلام غير حقيقي؟ اللي ثبت في التحقيقات النيابة فعلا في أوراق القضية دي إن هم عدد القتلى 73 وما كانش من ضمن الضحايا ست كانت حامل زي ما أشيع في بعض وسائل الإعلام. إيه من التحقيقات اللي حصلت حتى قبل الماتش؟ هو الواقعة طبعا كان ليها مقدمات. يعني هو كان بما إن النادي المصري ده من الأندية الجماهيرية وإن النادي الأهلي ده برضك من الأندية اللي ليها جماهيرية، فتقريبا من مضي موسم أو 2 حصل وقع بين الألتراس بتاع المصري والألتراس الأهلاوي، إن الألتراس بتاع النادي الأهلي وصل للمحطة بتاعة القطر ونزل أتلف بعض ممتلكات الخاصة والعامة في مدينة بورسعيد. في مدينة بورسعيد. وبعد كده حصل احتقان
وتراشق بالكلمات عبر الفيسبوك والتويتر ووسائل الاتصال يعني. فكان قبل كل ماتش جماهيري كان مفترض اللي فيه حاجة اسمها خطة تأمين بتتعرض على مدير الأمن اللي هو مساعد وزير الداخلية بتاع بورسعيد، بيشوف والله إذا كانت خطة التأمين دي ضعيفة أو خطة التأمين دي قوية، في سبيل اللي هو يبقى في وقاية من الجريمة قبل حدوثها. اللي حصل اللي كان قبل الماتش في تنافس على الفيسبوك، وكان في تراشق بالكلام، وكان في تهديدات من الجانبين من هنا ومن هنا، وكانت على ما بدا لي من الأوراق القضية اللي كانت خطة التأمين كانت ضعيفة. يعني أنا شايف احتقان بين ناديين لهم جماهيرية شعبية كبيرة، وشايف بينهم ومتابع عبر وسائل الاتصال إن كان في بينهم وبين بعض احتقان، فكان لازم تبقى خطة التأمين أقوى من كده. لأن حصل قبل كده واقعة إن أصلاً لما إجا الألتراس الأهلاوي كان التعليمات الأمنية رجعتهم تاني ومنعتهم من دخول الاستاد، فبالتالي كان الإجراء ده قاطع في الدلالة اللي هو فاد حدوث جريمة. إنما اللي حصل بعد كده اللي ركبت الناس دي من محطة الكاب، طبعاً ده ثابت في أوراق القضية يعني، ركبت من محطة الكاب عبر وسائل النقل اللي هي أتوبيسات ودخلت الاستاد. حصل بعض المناوشات بين الجمهور ده والجمهور ده، بين جمهور الأهلي وجمهور المصري، وبعض الشماريخ اتضربت من الجانبين. التراس بتاع الأهلي كان بردك معاه شماريخ، وده ثبت من وسائل الإعلام اللي كان في ناس في المدرج الشرقي اللي كان بيقتنوا الجماهير الالتراس الاهلاوي، شفناها في وسائل الاعلام كلها، كان في ناس بتضرب بالشماريخ. بعد كده اترفعت يافطه مستفزه من قبل جمهور النادي الاهلي مكتوب عليها بلد البالة ما فيهاش رجاله. حصل استفزاز. بعد كده بعد صفاره الحكم حصل الواقعه اللي كل الناس اتفرجت عليها في وسائل الاعلام، اللي ناس جرت من المدرجات وراحت على الجمهور بتاع النادي الاهلي، ونتج عن الجريمه الضحايا دي. هو الناس دي راحت كان معظمها من اللي راح يتفرج، وطبعا نتج جرائم لازم يبقى ليها فاعل ليها. بعض وسائل الاعلام وبعض الصور وبعض الفيديوهات والايفون صورت بعض الناس وهم بيضربهم فوق. هل من الناس الموجودة دول صورت صورهم وهم بيضربهم؟ هو اللي حصل ان الميديا دي كلها النيابة العامة لمتها وبدأت تعرضها على بعض العناصر في الالتراس الاهلاوي. يعني اللي حصل ضبط المجموعة كبيرة من الناس اللي مفترض اللي هي كانت موجودة في الماتش، واخدوا صورهم وعرضوهم بالميديا وعرضوهم على بعض العناصر بتاعت الالتراس بتاعت الاهلي. هل ده كان بيضرب؟ فكانت بعض العناصر دي بتتعرف عليه، وبالتالي كان بيجري التحريات عنه ويوصلوا لاسمه ويسندوا ليه الجريمه. طيب انت بتقول 74 و 75؟ 73 منهم كام مات مضروب بالسلاح الابيض، ومنهم كام مات باختناق، بما ان اللي هو الباب الخلفي كان ملحوم؟ هو اللي ثابت في الورق ان في جثه وحيده بس هي اللي شرحت، وبقيه الجثث بتاعه الضحايا ما شرحتش بسبب ان اهالي الضحايا دول رفضوا التشريح. فالجثه اللي اتشرحت ما كانش فيه قتل زي ما اشيع في وسائل الاعلام ان في كان الناس اتضربت بعيره ناريه او اللي الناس اتضربت بكذا او كذا، لا، ده هو اغلبهم مات اختناق نتيجه التزاحم في الممر بتاع الخروج.
الموضوع بتاع الماتش ده مختلق وليس لبلدنا اي جرم فيها، انهم بلطجية مستوردينهم رجال الاعمال واحنا ما لناش يد. السلفيين والاخوان دول اللي عاوز يروح يصلي يا اخويا جوامع مالية الدنيا يتفضل، اما يدخل السياسة في الدين ما ينفعش، هيبقى ظالم وكذاب. وانا بقول لمحمد بديع المرشد بتاع الاخوان المسلمين، انت كذاب لانك اعلنت من خلال الاعلام ان مفيش حد من الاخوان هيترشح لرئاسة الجمهورية، وتساقطت الاخوان ورا بعض عاوزين يوصلوا لرئاسة الجمهورية. البورسعيد بلد الجيش كله، بورسعيد ام الجيش وهي اللي محتضنة الجيش في كل ازمات الجيش. كانت بورسعيد هي الام الحاضنه له، ويتمسحوا بالدين في كل مكان ودقن وبتاع وحاجات من دي. تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم. أنا شايف في بوكلت ويافطات في كل حتة للأستاذ محمد مرسي عاوز يبقى رئيس جمهورية مصر العربية، وهو يعتبر من الحزب رئيس الحزب. نعم. أولا أنتوا قلتوا مش هننزل رئيس جمهورية، هل هو خايف يجي بورسعيد، خايف من أرترس؟ النقطة الأولى عندما تحدثنا قلنا نحن مش هننزل رئيس جمهورية، كنا نعمل ذلك بالفعل. إن الأحداث وتغير الأحداث في هذه الفترة نحن ننزل مرشح رئيس الجمهورية خوفا من أن يأتي مرشح من الفلول وتضيع الثورة. حرصنا الشديد على مصر. هل أنتوا عملتوا صفقة مع الجيش والمجلس العسكري، وهل كان يوافق عليها CIA والأمريكان؟ حديث الصفقات ده حديث منكر وحديث غير صحيح على الإطلاق. ايه اللي حصل في ماتش الاهلي والمصري؟ ما حدث في ماتش المصري والاهلي ملخصه انه كانت هذه مؤامره. عندنا عده ادله ضخمه جدا. اولا عدم حضور مجلس اداره النادي الاهلي لهذه المباراه، لماذا؟ سؤال استفسار. لماذا ترك الشباب الالتراس الاهلاوي انه يحضر بمفرده؟ ثانيا موقف الامن كان موقف مخزيا. مدير الامن الذي كان يدير محافظه بورسعيد كان عنده خبره بايام الثوره، نقل قبل مباراه الاهلي باسبوع واحد واتى بمدير امن جديد لا علاقه له بالامن، كان جاي من مصلحه ما اشتغلش في الامن العام قبل كده. ما حدث في هذه المباراه كان مخططا مثل مخطط مسبيرو ومحمد محمود وحدث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي وانتهاء باحداث العباسيه مرورا بقى باحداث بورسعيد. هل يعقل ان تبدا لم يحدث ابدا في تاريخ المباريات الكبرى ان الاستاد يظل مفتوحا على مصراعيه طول المباراه؟ ففي الشوط الثاني دخل عدد من الجماهير او ما يطلق عليهم جماهير الى وكانوا مسلحين ومعهم بعض الاسلحه البيضاء وغيره، ودخلوا الى المدرجات. من فعل هذا وكيف يسمح لهم بهذا الدخول؟ هذا ما يحدث على الاطلاق في اي مباراه في بورسعيد ابدا. الذي حدث في المباراه كان مخططا امنيا، ويبدو ان الفلول او ما يسميه المجلس العسكري، انتم عارفين وانا عارف مين الطرف اللي بيحاول يعمل الاحداث دي. هذا الطرف هم اصحاب المصالح من الحزب الفاسد السابق الذي له مصالح كبرى في ان تعم الفوضى البلاد ولا ياتي الاسلاميين
سنة 54 كان الجيش عمل حاجات ضد الإخوان من ده يحصل؟ لا ما نخافش، لأن الزمن غير الزمن والشعب غير الشعب والجيش غير الجيش، والجيش ما يقدرش يعمل حاجة ضد الشعب المصري. مصر رايحة فين؟ رايحة الخير إن شاء الله، رايحة للديمقراطية، رايحة للحرية، مصر رايحة لدولة عظمى إن شاء الله. التيارات الثانية في العباسية ليه متضامنين مع الناس اللي بتتقتل، مش يعني فاهم ازاي؟ دي التيارات الثانية مش مشكلتها هنا، مشكلتها هناك. ايوه. فدلوقتي كل اللي هنا دلوقتي هتلاقيهم ايه؟ اخوان. ليه بورسعيد؟ ليه بورسعيد؟ لأن أنا ذاكرت الثقافة العدوانية للشعب المصري. كل مجتمع بيبقى له حالة كده عدوانية تجاه إقليم ما أو فئة ما من المجتمع. يروح بقى بورسعيد يضرب في إيه؟ يضرب في الكبرياء. يضرب في الكبرياء البورسعيدي، فإنه يقول إنه بيفشر بيبالغ. ليه؟ لأنه كاره حالة الكبرياء دي، فهو عايز يخربش ويفسد كبرياء البورسعيدي. وكمان جزء كبير جدا لما انت تبقى قاوم، طب انا عملت ايه؟ انت بلد المقاومه ومدينه المقاومه، طب انا عملت ايه؟ فلازم اكون انا لا اما اعمل حاجه وانا ما عملتش او اجرح. قرايه تاريخ بورسعيد لا يؤدي الا لنتيجه واحده، ان دي مدينه من اعظم مدن العالم، مش مصر. يعني دي مدينة من المدن، فاكر لينينجراد ومقاومتها للحرب الغزو الألماني دي مدينة من المدن اللي تخش في تاريخ العالم والإنسانية في النضال. واللي ما يعرفش تاريخ بيعمل بجهله مش بيعمل بعلمه، وده جزء كبير من تغييب التاريخ على المصريين. ثم بناء قطيعة بين جيل الألتراس الأهلاوي مش عارفين تاريخ بورسعيد في التهجير وفي المقاومة وفي الكلام ده ما تشربش في وجدانهم، واختصرت بورسعيد في عنف جمهورها الكروي اللي هو حقيقة ما كانش مظهر عنف، ده كان مظهر كبرياء، انه عامل راسه براس الاهلي. انت مش واخد بالك في الموضوع، دي مشكلة كبيرة جدا. احنا عندنا دولة اسمها الاهلي ودويلة جنبها كده اسمها الزمالك، فلما يجي انت مين؟ انت حيالله مدينه على الساحل تعمل راسك براس الكبار دول. فهو مش فاهم كبرياء البورسعيد، انه مش همه انه ما خدش الدوري خالص بقى يطلع عين ابوكم، لان ده حصل في استاد مش في مدينه. يعني مش جمهور ما مشيش في الشوارع بيجري وجمهور والشعب بيجري وراه يقتله يعني. فمن باب العداله ان لا يمكن سحب ما جرى على شعب بأكمله وعلى مجتمع بأكمله إلا يبقى عندنا حماقة مزرية. بورسعيد لغز يعني، ولأن ما كانش فيه شفافية في التحقيقات، وفي ارتباك أمني، وفي صراع مصالح، وفي أيدي خفية بتتحرك في كل الحتت دي. شط ده كما أراه سينمائيا ده شط منظم، ده شط وراه إدارة ووراه تخطيط، ما وراهوش حالة من الهرجلة. يعني لما نيجي نعمل الشط ده ونقول عايزين نعبر عن حالة إن الناس نزلت بشكل عشوائي فاصطدمت بعضها فموتوا بعضهم، بنعمله بشكل، وما نيجي نقول عايزين نعمل إن في هجوم منظم ضد ناس بنعمله بالشكل اللي احنا شفناه في الاستاد. وبالتالي أنا رأيي وراه ناس ووراه تنظيم. لو الإسلاميين أداروا مصر وحكموا مصر، فأتصور إن إحنا مش بنعيد منظومة العقل المصري، بل بنزيدها سحقا. الشاطر يجتمع مع قيادات ألتراس الأهلي في مكتبه أهو. علمت الوطن أن كريم عادل وأحمد إدريس من قيادات الألتراس في اجتماع الآن مع خيرت الشاطر في مكتبه بشارع مكرم عبيد. وكان كريم قد ذهب بمفرده لمقابلة محمد فؤاد جد الله مستشار الرئيس في قصر الاتحادية أول أمس. وليه السيد خيرت الشاطر بيجتمع ودلوقتي مع قيادات الألتراس؟ ده مهم قوي، لازم يعرفني، عايز أعرف وش معنى هما، وش معنى مفيش بورسعيد، وإيه مغزى الاجتماع النهاردة، وإيه اللي هيدور في الاجتماع، وإيه اللي هيتقال في الاجتماع، وإيه علاقة ده بجلسة بكرة.
خيرت الشاطر. ودلوقتي وفي الوقت ده وخدات التراس وبعد ساعات هيصدر حكم؟ لا قول لي ليه؟ قول لي بتقول ايه؟ قول لي بتطلب منهم ايه؟ النهارده 26 يناير 2013 لسه سامع من ساعة الحكم والنطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد، والسيناريو اللي أنا شايفه بالعربي كده الإخوان باعوا البورسعيدية عشان خوفهم من الألتراس، وده عادة عند الإخوان الاتفاقات تحت الترابيزة لمصلحتهم، وده مش حاجة جديدة عملوها مع المجلس العسكري. فأنا أعتقد اللي هم سلموا بورسعيد خوفا من الألتراس. اتفرجت على الجنازة العظيمة اللي طلعت بأكتر من حاجة و30 شهيد. اتفرجت على عظمة البورسعيدية. خلال الجنازة اتضرب من الداخلية على الجنازة والشباب ومات أكتر من 6. ولكن بقرارات سيادة الرئيس النهاردة بحظر التجول والطوارئ، أكبر ميزانية في تاريخ سيادة الرئيس لأي مكان هي للداخلية، ميزانية جديدة من قوت شعبنا عشان شبابنا يموت. لابد اللي انت تعرف اللي احنا شعب القناة وشعب مصر، انت وجماعتك مش هتخلينا نركع بقوانين غير قانونية. حاسس الناس اللي بتحكمنا لحمة راس. في قرارات بتطلع من رئاسات الجمهورية بتبقى هي بداية النهاية. حصل كده في 81 في سبتمبر، ما السادات حط الناس كلها في السجن. القرارات اللي عملها مبارك في الآخر وحاول يستنى وفي الآخر خرج. فأنا بعتبر القرارات العشوائية اللي رئاسة الجمهورية بدأت تعملها دلوقتي هي بداية النهاية، لأن الناس مش هتعترف بحظر التجول. فقد قررت بعد الاطلاع على الدستور: 1. إعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوما اعتبارا من بعد منتصف هذه الليلة. 2. يحظر التجوال في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي. بصراحة انت نشنت سيادة الرئيس مدن القناة. اهلا بالتحدي. اعتقد حكم الاخوان مش هيطول معانا. صلى على النبي صلى على النبي. مين اللي عمل فيك كده يا مصر؟ الشرطة السلامة الشرطة السلامة. يلا بيموت يلا قول الشهادة. لا طلع خرجت خلاص. طلعتها هي دخلت وخرجت. استنى ليه؟ حرام، كلنا مجروحين. مفيش بيت فيك يا بورسعيد الا معلق صورة شهداء. واحنا مش هنسيب حق الناس دي. لو اخر راجل مات الرجاله النسوان هتنزل والعيال هتنزل. يحرق الداخليه بورسعيد. احسن يا مصري اسحب الداخليه بتاعتك من بورسعيد عشان احنا مش هنروح بيوتنا الا ما نجيب حق الناس دي. عدو بورسعيد مرسي وطود اللي
أقسم بالله العظيم من النهاردة اللي مش هيفوت يوم في وجودي في أمريكا ألا هقول الشعب الأمريكي من هما إخوان المسلمين، واللي بيعملوه ببورسعيد هيدفعوا حقه في يوم من الأيام. أقسم بالله العظيم يا إخوان اللي انتوا في يوم من الأيام هترجعوا تاني لجحوركم، هترجعوا تاني تحت الأرض، لأن الطريقة اللي انتوا بتحكموا بيها دي ومركزين عن بورسعيد، ومركزين على إن الجيش يضرب في بورسعيد والجيش يبقى شكله وحش. لأ، علاقتنا مع الجيش من 56 67 73 علاقة قوية. وأقول للعالم أجمع إيه اللي حصل، إزاي الثورة اللي احنا في 18 يوم كشعوب العالم كلها كنا فرحانين. اتعمل إيه في الثورة دي واتسرقت إزاي من الإخوان باجتماعاتهم السرية لنهب مصر ونهب الثورة. الألم اللي في قلبي إن شاء الله هحوله لجهد واجتهاد للقضاء على الإخوان. أقسم بالله العظيم من النهاردة حطوا إيدكم في إيدي وإن شاء الله هنشيل الإخوان. وطعت أقدام الطرقات وصرخت فلم أسمع إجابات، وما زلت هائم في الظلمات. إلى أين تقودني الخطوات؟ إلى ماضي بعيد المسافات أتذكر منه العبارات، وأعود فأنظر للماضي أتساءل ثم أتساءل، هل أنت خيال النسيان أم أنت بقايا الإنسان؟ قد حان الموعد، قد حان لتحدد إلى أي مكان تدفعك الموجة للشطآن، ورفيق الضرب لك خان. فلابد وأن تصدف إنسان، فإذا لم تصدف من تهوى فاصبر ومعاك البرهان، فالوحدة طريق النسيان. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا. لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية. تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا بالشعب المصري العظيم بكافة أطيافه. الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دماء الأبرياء. توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقول لك اعود حاج مرسي. الجاليه المصريه والعربيه خرجت النهارده في لوس انجلوس امام القنصليه او السفاره المصريه في لوس انجلوس، وزي ما انتم شايفين بنقول للمرسي اعود بره، ارحل بالله عليك يا فقر.
من لوس أنجلوس كاليفورنيا النهارده الحد 7/7، واحنا خارجين الجالية المصرية بتقول لأوباما وللشعب الأمريكي إن مصر عملت ثورة من أعظم الثورات، ثورة عظيمة، ورجعت الثورة المسروقة اللي سرقها الإخوان المسلمين، رجعتها.